مش معنى انك متداري ورا شاشة وانك مش متشاف يبقى كلامك مش محسوب عليك. ده ممكن مكالمة واحدة تغير اللعبة كلها. ليه وازاي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. الفيلم بيبدأ بواحد من أخطر أنواع التسلية اللي انتشرت بين المراهقين، مقالب تليفونية. شوية هزار يعني، بس اللي ما تعرفوش وهو الفجوة الخطيرة بين نوايا الشباب وتصرفاتهم الطايشة وبين النتائج الواقعية اللي بتكون أكبر بكتير من قدرتهم على التحمل. فهنا هما بيضحكوا وبيقلدوا أصوات وبيستفزوا الضحايا، وكل ده بالنسبة لهم لعب وهزار وتسلية لوقت الفراغ. لكن في لحظة كل ده بيتحول لكابوس، وهو إن حد فقد عيلته بسببهم. فالرسالة هنا إن مش لازم نيتك تبقى شر عشان تعمل كارثة. فدي جملة بتوضح لك الفرق بين اللعب والنية والعاقبة، وبسهولة ممكن نربطها بالواقع اللي بيحصل كل يوم. واحد يكتب كومنت ساخر، فيديو ينتشر ويتحول لتنمر، الضحية تنهار أو تنتحر، وكل ده بدأ بهزار. وده كله مش معناه إنك ما تهزرش، بس الهزار مسؤولية. وانت لازم كده عدى على الحاج امين، هاته هو والعيال. وليه إحنا كبشر بنهرج؟ ويعني إيه هزار أصلا؟ وهل ده شيء إنساني بحت ولا في كائنات تانية ممكن تهزر أو تمارس شيء قريب منه؟ وهو على طول بيبدأ بنية الضحك أو الترفيه أو الاختبار بدون أي نية للإيذاء أحيانا. فهو برضه خلط بين الواقعي والغير واقعي، وده بس عشان تختبر ردود الأفعال أو تكسر التوتر عن طريق إفراز مواد زي الاندورفين والدوبامين. غير كده هو برضه وسيلة لتقوية العلاقات. أولاً لأنها بتزود الثقة، لأن الشخص الكئيب الكل بيتلاشاه. ثانياً بتستخدمه عشان تعرف اللي قدامك هيستحمل لحد فين، بتجيب آخره يعني. ده غير الكارت التقيل وهو ممارسة السلطة عن طريق التهكم أو التنمر. وأهم ميزة فيه بقى إنه معظم الوقت بدون عواقب لأنه هزار. ولو بتسأل نفسك في كائنات تانية بتضحك أو بتهزر، فهو فيه، بس مش بالشكل المعقد بتاع البشر زي الشمبانزي والغوريلا اللي بيزقوا بعض من سبيل الدعابة، أو الكلاب والقطط والدلافين. فالهزار أداة خطيرة جدا لأنه بينور المنطقة الرمادية بين الجد والهزل اللي ممكن تبني صداقات أو تخسرك علاقات. وده اللي بيخلي الهزار في الفيلم بيتحول لانتقام. فتخيل بقى ان الهزار ده يتطور ويدخل في مرحلة اخطر، وهو الهزار لاجل الشهرة. يعني بدل ما بهزر معاك بهزر عليك. ودي مشهورة في تصوير مقالب التيك توك اللي احيانا في مقالب بتبقى فجة. Hello. Hi. وده معناه ان الهزار خرج من كونه لحظة شخصية وبقى عرض جماهيري بيوصل للتشهير احيانا لو الضحايا اللي بتصوروا مش عارفين. وترجع تقول لي صعب يتحول لانتقام؟ وده بقى مشهور دلوقتي على السوشيال ميديا لانه بيجيب فيوز واعلانات وفلوس. ففي داهية انت بقى، لان الهزار دلوقتي بيبدأ بضحكة وبينتهي بفضيحة، وده هيخلي الضحية تلجأ للعدالة النفسية. هقتل واديك رن. فالتكنولوجيا احيانا كتير لما بترتبط بحلم الشهرة والفلوس يا بتهزقك يا بتبقى سلاح ضدك. سلاح ممكن يعرف عدوك مكانك، او لو جت في البسيط تنتهي بابتزاز. فالنصيحة اللي الفيلم بيقدمها بطريقة غير مباشرة وهي انك لازم تبقى واعي لحدود الهزار وتحترم كلمة كفاية عشان ما توصلش اللي قدامك لمرحلة غضب تخلي الهزار جد. فالسؤال بقى، انت لو عملت مقلب وانتهى بانهيار نفسي تستاهل الحساب ولا كنت بتهزر؟ يعني اتنمرت على حد، وده نوع من انواع السخرية في الهزار عشان تضحك مجموعة بتيجي على فرد، وبرضه دي بقت اونلاين. فهل التنمر هنا برضه هيكون تحت اقناع الهزار، ولا المفروض الانسان يفهم الخط الفاصل بينهم؟ فلو انت بقى بتحب الهزار اتنمر على المحتوى بتاعي في كومنت، وسيب لايك من سبيل الدعابة، واشترك لاجل تقوية العلاقات.